المدرس الفرنسي وقف الشرح وكان غضبان ووشه محمر، وبصوت عالي نده وهو بيشاور صباعه: انت الطالب اللي في الصف الاخير، قوم اقف. كل الطلبة في الفصل بصوا على الطالب اللي اثار غضب المدرس. عبد الحميد وقف، كان نحيف واسمر جميل وعينيه كانت واسعة. المدرس بصوت عالي قال له مرة تانية: ايه اللي مخبيه جوه هدومك ده؟ عبد الحميد ما قالش اي حاجة. الطلبة فهموا انه مذنب ومش قادر يدافع عن نفسه. المدرس قال له: طيب تعالى لي هنا. عبد الحميد مشي لحد ما وصل للمدرس، والطلبة بصوا عليه بإشفاق. كانوا عارفين ان المسيو ده ما بيرحمش اي تلميذ يقع تحت ايده. عبد الحميد وقف قدامه. المدرس بدأ يفتش هدومه بسرعة وعصبية. فجأة المدرس هتف بانتصار وهو مطلع كتاب من بين هدوم عبد الحميد. انت مخبي كتاب. المدرس قلب في صفحات الكتاب بسرعة ووشه بقى غضبان اكتر وقال: ايه ده القرآن. انا كنت متوقعه. بص للطلبة اللي كانوا بيراقبوه بعيون خايفة. المسيو شاور بالكتاب ورفعه لفوق وقال بصوت عالي: شايفين الجريمة اللي ارتكبها زميلكم؟ الكتب دي ممنوعة في المدرسة، دي جريمة. الكل اتفاجئ بعبد الحميد وهو بيرد على المدرس بكل هدوء وقال له: انا مسلم ومن الطبيعي ان اشيل القرآن في صدري وبين هدومي. الكلام ده زود غضب المسيو اللي زعق اكتر: قدامي هوديك لناظر المدرسة، لازم يتم فصلك حالا، يلا. عبد الحميد مشي. المدرسة كانت كبيرة، أكبر مدرسة في مدينة قسطنطينية في الجزائر، فيها خليط من الطلبة الجزائريين وأبناء الجنود الفرنسيين، لكن المدرسين كانوا فرنسيين وما بيدرسوش غير باللغة الفرنسية. في حجرة الناظر إيه اللي حصل؟ المسيو شرح الواقعة تاني للناظر. الناظر صرخ برعب: القرآن؟ ازاي تخالف اوامري؟ كل الكتب العربية ممنوعة في المدرسة والكتاب ده بالذات اختارهم. طيب هتقف في حوش المدرسة ووشك للحيطة وايدك لفوق طول اليوم، وبكرة تيجي معاك ولي امرك. في فناء المدرسة عبد الحميد تلقى العقوبة القاسية. كانوا عايزينه يبكي او يعتذر او يتراجع، لكنه ما عملش كده. عبد الحميد فضل واقف طول اليوم قدام الحيطة رافع ايده لفوق. حس بالظلم والضغط لكنه ما عيطش ولا تراجع. الحمد لله اليوم المدرسي خلص اخيرا، وكان عبد الحميد حاسس بجسمه متصلب، دراعه الاتنين متخدرين. رجع للبيت ببطء. عبد الحميد لما وصل البيت حكى لابوه الشيخ بادايس اللي حصل في المدرسة، ولما وصل للعقاب انفجر في البكاء وقال بصوت متقطع: انا مش حابب اروح المدرسة دي يا ابي، مش عايز اروح للفرنسيين دول تاني. الاب رد عليه وقال له: ده المؤسف يا ابني، هما في كل مكان في الجزائر زي الطاعون. هروح معاك المدرسة بكرة واتكلم مع الناظر. عبد الحميد قضى ليلة طويلة بيفكر وبيتساءل: ليه بيتكلموا في المدرسة بلغة غير اللي بيتكلموا بيها الناس في الشارع أو في البيت أو مع أهله؟ ليه بيرفضوا يقولوا عليه إنه جزائري ويصروا على إن عبد الحميد مواطن فرنسي رغم إنه ما يعرفش فرنسا ولا شافها في حياته، غير الجنود والمدرسين اللي بيحصروه بالأوامر؟ في الصبح عبد الحميد وأبوه راحوا المدرسة، ما وقفوش في الطابور وما ردتش نشيد المارسيلز ولا أدى التحية لعلم فرنسا. راحوا على طول على مكتب الناظر اللي كان لسه غضبان. بمجرد ما شاف الأب شاور ليه القرآن اللي كان لسه على المكتب وقال له: هو ده جسم الجريمة اللي لقيناه في هدوم ابنك. الأب رد وقال: ده مش جسم جريمة، ده كتاب الله القرآن الكريم، وابني كمسلم لازم يشيله ويفتخر بيه، وانا اللي امرته بكده. الناظر اتصدم من الرد، كان متوقع ان الاب يتراجع ويؤنب ابنه ويوعد ان ده ما يتكررش تاني. الناظر بدأ يبص على الاب شكله ولبسه وبعدين قال له وهو بيهز راسه: فهمت، انت رجل دين مش كده؟ الاب رد: ايوه، انا شيخ جامع القسطنطينية. الناظر قال بصوت عالي وهو طالع من ورا مكتبه: فهمت، انت الشيخ بضايس اللي بيحرض الناس علينا، بتقول ان احنا
بتقول ان فرنسا بتحتل الجزائر وبتصر ان اسمها الجزائر رغم انها ارض فرنسية وراء البحار. الاب رد: ممكن تقولوا على الشمس انها ارض فرنسية، لكن ده مش هيغير الحقيقة، الشمس هي الشمس والجزائر هي الجزائر. الناظر قال له: طيب ابنك بقى مفصول من المدرسة ومش هيدخل اي مدرسة فرنسية تاني. الاب رد بهدوء: انا ما جيتش عشان ارجعه للمدرسة، انا جيت اقول له قدامك انه على حق واني هعد مستقبله، فضلك بقى رجع له القرآن الكريم بتاعه. عبد الحميد اخذ القرآن الكريم وحطه في هدومه تاني، حس بالدفء والاطمئنان. عبد الرحمن مسك ايد ابوه وخرجوا من المدرسة وهم رافعين راسهم. المدينة كانت قدامهم، البيوت، المساجد، الرجال بملابسهم البيضاء والنساء المحجبات. مدينة عربية، مدينتهم، أرضهم. عبد الحميد سأل: ودلوقتي هنعمل ايه يا أبي؟ الأب رده كأنه بيحلم بالمستقبل: لازم تتعلم اللغة العربية وتحفظ القرآن الكريم كويس، عشان كده انت هتسافر تونس تتعلم اللغة العربية صح، وبعد كده هتروح الأزهر في مصر عشان تحفظ القرآن الكريم وتتعلم وتتثقف في دينك. دي أول خطوة لمقاومة الاستعمار الفرنسي، لازم ما نخليهمش يوصلوا لعقولنا. وفعلا بدأت رحلة التعليم لتونس، وبعدين راح مصر، وبعد كده رجع عبد الحميد للجزائر. كان متعلم وثقافته عربية دينية أصيلة، كان بيدعو للنهضة القومية من خلال فهم اللغة العربية والدين الإسلامي بطريقة عصرية. كان عارف ان مقاومة الاستعمار الفرنسي هتبدأ من الأطفال الصغيرين اللي بيتعلموا الحروف لسه. الاستعمار ما كانش للأرض بس، كان عايز عبد الحميد يوصل للعقول. عشان كده عبد الحميد ابن بضايس أسس سلسلة من المدارس اللي بتعلم اللغة العربية وبتحفظ القرآن الكريم. وعارفين من الطلبة الصغيرين دول طلع أبطال حرب التحرير اللي حاربوا جيش الاستعمار وحرروا الجزائر ورجعوا لها وجهها العربي. كنت معاكم مروة بكر.